ذلك المغرب يعتبر هو امير المؤمنين ويلغي شعيره من شعيره الاسلام، لانه ويدعي انه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم. هو تنبؤ على ان الوضع خطير جدا في المغرب. المغرب لن او سيصوم هذه المره على نحر الاضحيه بسبب ما وصفه الذي تكلم عن هذا وزير شؤون الدينيه المغربي نيابه عن الملك محمد السادس، يقول بانه لن يكون هناك اضحيه بسبب نقص المواشي. ألا ترى بأنه هروب من المسؤوليات التي تطغى، ويعني يجب أن تكون عند مملكة بضرورة توفير المواشي وظروف اقتصادية واجتماعية للمواطنين، وليس حرمانهم من شعيرة الأضحى، علما أن هذه المرة الرابعة التي يقومون بهذا الأمر، يعني منذ سنة 1963 بحجة حرب الرمال، في 81 بسبب الجفاف، 96 بسبب الجفاف، 2025 يقولوا الجفاف، ولكن ربما يكون هناك أمور أخرى. يعني شوف يا سيدي باختصار هو تنبؤ على أن الوضع خطير جدا في المغرب، هو تنبؤ بأن الأمور خرجت عن السياق، هو تنبؤ أيضا بأن ستكون هناك يعني حركة، سيكون هناك حراك شعبي قوي جدا في المغرب، من خلال ما يعني اليوم المغرب راهو يعني دل أوضح بشكل صورة واضحة بأن الشعب يعاني من الفقر، الشعب يعاني من كل ونقص في الظروف الأساسية للحياة. ظروف اجتماعية محضة. هذا هو ما دام المخزن أمضى على المعاهدة الإبراهيمية كل شيء وارد، لأنه ليمضي المعاهدة الإبراهيمية ينقض كل السنن التي جاءت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كمبدأ عقائدي، مستشارين يهود يعني. كمبدأ عقائدي، ولكن من جهة أخرى صحيح. ولكن من جهة أخرى الآن هناك أحداث في مراكش، أحداث خاصة في الدار البيضاء. صحيح. يعني الآن الفقر وصل إلى، هناك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة تعلنها صراحة في ندوة صحفية أنها منذ أن أغلق أنبوب الغاز عن الغاز الجزائري، الآن هناك مصانع أغلقت، مصانع فيها 3000 4000 2000 عامل أغلقت المصانع لأنه ما كانش الغاز، هم يعيشوا أزمة وكل شيء وارد. الفتاوي يعني فتاوي أمير المؤمنين والملك المغربي هو الذي سينوب، يعني سينحر في مكان 47 مليون مغربي. قال الأخ البارح الملك المغرب يعتبر هو امير المؤمنين ويلغي شعيره من شعيره الاسلام، لانه ويدعي انه حفيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كل يوم في فرنسا وفي السعوديه ويلغي. ما كان له نخرجوا في مواضيع اللي ما تشرفش ما تشرف لا الشعب المغربي لا الدولة الإسلامية. وهو وضح لهم باللي كيقلع هو طبع مع الصهاينة، دونك ما تجي حتى حاجة هذه. الآن فرنسا تناست كذلك الأخ زكي أنه الإرهابيين الذين كانوا ينشطون في القاعدة في العراق وفي سوريا وتنشط في ما يسمى بتنظيم داعش إلى آخره، هذو ربما تلقاهم أصولهم مغاربية. صحيح. تونسيين، مغاربة، جزائريين، ولكن هؤلاء شكون اللي وظفهم، شكون اللي غذاهم، شكون اللي أعطى لهم يعني التكوين التدريب؟ هي فرنسا كي تدخل إلى العمر. وهؤلاء هي التي الآن تحاول فرنسا الآن ترحيلهم إلى الجزائر. أكيد. والآن فرنسا لما نتبعوا مثلا تصريحات خاصة اليمين المتطرف لما يتكلموا على أحداث التي جرت في مدينة مولوز، يعني شرق فرنسا، كعمل إرهابي إلى آخره، توظف هذه العملية من أجل اتهام بطريقة غير مباشرة الجزائر. أظن أنه الآن أنا قلت لك
ستوجع ولا تزعج القرارات اللي جايه، ولكن مهما يكون الجزائر تعرف الاعراف الدبلوماسيه. جيد. حتى البيان كان متزن، بيان يقول لك انا نتعامل معك بالمثل. وتناست فرنسا انه عندها اكثر من 6 ملايين يعني جزائري، صحيح. رغم انه عنده جنسيه، ربما اللي عندهم جنسيه مزدوجه ولكن اصولهم جزائريه في المقام. يعني هل يعقل استاذ عبد الله انه يعني فرنسا تمنح للجزائر مهله انها لا تسترجع بعض المطلوبين على يعني وكانها تعطي املاءات للجزائر بانها يجب ان تقبل هؤلاء الذين ترفضهم فرنسا فوق اراضيها، يعني وكانها تمارس عمليه انتقاء لمن يبقى ولمن لا يبقى. هذا اللي قلت لك الاستفداء كما قالوا الاخوه. احنا الجزائريين فينا هذيك الروح تاع احترام المتبادل، مادام ماهوش يحترمونا الجزائريين كلهم لم يحترموا، وخاصة المستعمر الفرنسي كان مازال فيه ذيك العقدة تاع الاستعمار. صحيح. مازال يريد الحكم. واليوم صار باللي الجزائر ما اصبحت في يده، ما اصبحش وخاصة في فترة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أصبحت فرنسا تتخبط يعني مع الجزائر. مع الجزائر فقدت الشرعية. أستاذ، هذه الأزمة لم تحدث تقريبا منذ السبعينات على ما أعتقد، منذ السبعينات، منذ وقت الراحل هواري بومدين، أمين محروقات إلى آخره، منذ وقت الراحل هواري بومدين، وحصل ما حصل في ذلك الوقت. ماذا يحصل حاليا الآن في هذا الحركية هذه مع فرنسا أستاذ سعيد؟ والله شوف زكي، بعيدا عن الكلام الشعبوي، بعيدا عن الأحلام الزائفة، بعيدا عن الثرثرة السياسية، نحيي الآن بعض النواب الشرفاء في الذين حرروا قانون التجريم في فترة 2002. نعم، نحيي الدكتور محمد رزقي فرات، تقريبا يعود له أول ابن الشهيد وشقيق الشهيد، وكذلك فترة ابن الشهيد وشقيق الشهيد. هنا نحييه ونحيي النواب الآخرين. الآن حان الوقت النواب وأعضاء مجلس الأمة ماشي تدخلوا للتاريخ بلا مزيتكم، تخرجوا بشرف على الأقل كآخر قانون تمروه هو قانون التجريم، ولكن بمشاركة المجتمع المدني، بمشاركة الشرفاء، بمشاركة حتى هذوك الاطفال اللي راهم في المدارس الجزائريه اللي يروحوا كل صبيحه يوم الاحد يطلعوا علم الجزائر ويوم الخميس يهبطوه، تكون عندهم كلمه ويشاركوا في هذا القانون، لانه قضيه الجميع. صحيح. هذا هو نقطه الضعف تاع فرنسا. هذا اللي كنت نضيف برك عليه كلمه. انا هذه اللي كنت اليوم حان الوقت ما نستغلوش اللي هم واش راهم استبداء. احنا حان الوقت اللي نطلب من المجلس الوطني التجريم، هذه قضيه تاع التجريم الاستعمار، وكما قال الاخ مع المجتمع المدني وكل الشعب الجزائري متوافق. الله شكرا جزيلا نطلبوا منهم قبل ما نتكلموا احنا معهم، قبل ما نتكلموا معهم يجرموا الاستعمار ومن بعد نتكلموا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدي الافاضل، قرار منع ذبح اضحيه العيد كان صادما جدا بالنسبه لجميع المغاربه، لانها شعيره من شعائر الله، شعيره دينيه، نحتفل بالتقرب الى الله بذبح اضحيه العيد، ولكن جاء هذا القرار كان بمثابه الصدمه. ساترك لكم التعليق، حريه التعليق، هل انتم مع او ضد هذا القرار؟ شكرا لكم.